مرحباً بكم في ميري ستوريز، المكان الذي نفتح فيه صفحات من الواقع ونستمع معاً إلى حكايات قد تبدو قاسية لكنها حقيقية. في حلقة اليوم نغوص في أعماق النفس البشرية ونروي لكم قصة من صميم الواقع عن الخيانة الزوجية، كيف تبدأ التفاصيل الصغيرة وكيف يمكن لقرار واحد أن يغير مسار حياة كاملة. استعدوا وأغلقوا أعينكم ولنستمع معاً إلى تفاصيل الحكاية. يلا نبدأ القصة. أنا ياسمين من محافظات بحري، وكنت في يوم ماشية على الكورنيش وخبطت في شاب معدي جنب منه غصباً عني، وقلت له معلش أنا أسفة، ما كنتش أقصد، كنت واقفة بكلم الراجل بتاعي العسلية وخدنا الكلام وياه. قال لي خلاص أنا ما جراش حاجة، ما حصلش حاجة. بعديها بشوية مشيت لقدام عشان أركب مشروع، الصدفة بقى جمعتني بنفس الشاب تاني وركبت أنا وهو نفس المشروع. ركبت أنا ورا وهو ركب قدامي، وعلشان الزحمة ركب ناس كتير معاه، والسواق حب يغلس شوية، ركب 4 بدل 3 في الكراسي، وبدأت الناس تركب وناس تنزل وناس تركب، وكل واحد بينزل في المحطة اللي هو نازل كده، وبدأ اللي هينزل في محطات قريبة يطلع قدام عشان يوفر وقت بكده. المهم الشخص اللي ما قابلته لقيته رايح قاعد في الكرسي اللي ورا منه. فضلت قاعدة لحد ما المحطة بتاعتي تيجي، وأنا كنت هنزل آخر الخط، وفعلا رفعنا الأجرة وقاعدين سواق ماشي وناس تطلع وناس تنزل. المهم ومثبت الطريق تقريبا ساعة ولا ساعة إلا ربع. المهم قعدنا، وأنا كنت في اليوم لابسة شبه كده البلوزات الخفيفة شوية، وتحت منها أندر شيرت خفيف برضو. كنا الجو حر والواحد محتاج حاجة خفيفة على جسمه. المهم لقيت الكرسي بدأ يلزق فيا كأن في حد بيتحرك ورا. كنت فاكرة جايز اللي ورايا بيتحرك ولا حاجة، ما يجراش حاجة. لقيت الحركة بتزيد كل شوية، قلت لأ كده في حاجة غلط. المهم لقيت إيد بتتحرك في جنبي. ده ده معقول؟ فين باب البتاع ولا الكنبة بتتحرك جنب مني؟ مش معقولة يعني. لقيت الإيد دي عمالة تتحرك برضو جنب مني وبتطلع وتنزل في جنب. الميكروباص مليان ناس، طب هعمل لو صوت؟ هتدبس في وسط الناس وهفضحه هو كمان، بس أنا هبقى مفرومة، هتفضح في وسط الناس. طب هعمل؟ زقيت إيده مؤخراها، استنى 5، وراح حاطط إيده تاني مرة، وقتها بدأت تلمس على بطني وعلى وسطي لحد ما جسمي نمل، واستحليت الحركة اللي نزل طالعة. المهم برضو رحت زغداه، قلت له يا أستاذ أنا مش عارفة أقعد، يا ريت حضرتك تتعادل شوية. قال لي أنا آسف ما أقصدش حاجة والله. قلت له طيب يا ريت تتباعد شوية لو سمحت. قال لي حاضر. 2-3 اتعدل، وبعديها لقيته بيعمل نفس الكلام ده، وأنا بصراحة كنت خلاص جسمي ساب ومش قادرة أتحرك من مكاني. المهم وصلنا ونزلنا، ورحت واقفة مستنياه قدام المشروع لحد ما نزل هو. قلت له إيه اللي أنت كنت بتعمله إحنا في المشروع ده بالظبط؟ عرفني. رد عليا بضحكة خفيفة كده وقال لي يعني أنتي مش عارفة؟ أصل أنتي بصراحة جسمك جامد، وأنا من ساعة ما شفتك وأنتي طالعة المشروع وأنا هتجنن عليكي. قلت له مش عيب اللي أنت كنت بتعمله؟ قال لي مش عيب، أنا أعجبت بيكي وكنت بحاول أوريكي كنت بحاول أعبر عن إعجابي بلمسات خفيفة كده، وما تنكريش أنتي كمان إن أنتي كنت مستمتعة. قلت له لأ مش هنكر، كنت مستمتعة. قال لي خلاص إحنا فيها إيه المشكلة لو اتعرفنا على بعض وعجبنا بعض ونكمل على كده؟ قلت له مفيش المشكلة. قال لي خلاص أنتي اسمك إيه؟ قلت له اسمي ياسمين. وأنت؟ قال لي أنا اسمي سامح. قلت له خلاص. قال لي خلاص اديني رقم تليفونك ونتكلم مع بعض على التليفون ونحدد يوم ونتقابل. قلت له أنا تمام. قال لي خلاص تعالي بقى، عايز أعزمك على كوباية عصير ترطب على قلبك شوية في الحم اللي احنا فيه ده. قلت له يلا بينا. وفعلا اتمشينا شوية ورحنا محل العصير وشربنا كاستين عصير، وقال لي خلاص شوفي انتي هتروحي فين وانا هتمشى معاكي. قلت له ماشي، على العموم انا رايحة الشغل بتاعي. قال لي تمام، خلصي شغلك خالص وبعد كده رني عليا، ولا اقولك انا هرن عليكي. قلت له ماشي وانا هستنى مكالمتك. وفعلا بعد 2-3 ساعات من قعدتي في شغلي
لقيت رقم غريب بيرن. رديت لقيت بيقول لي: ألو، أنا سامح. قلت له: أهلا. قوي. قلت له معقول ده ساعتين 3 اللي بعدت عنك فيهم؟ قال لي معلش، ما هو اللي يشوف الجمال ده كله ما يقدرش يبعد عنه. قلت له على العموم مفيش مشكلة، انت فين؟ قال لي أنا في الشغل. قلت له حلو. قال لي انت هتخلصي على امتى؟ قلت له أنا قدامي شوية بتاع ساعتين 3 وأخلص. قال لي خلاص، ويعتبر أنا كمان قدامي الوقت ده بالظبط. على العموم أول ما تخلصي كلميني. يعني شفت خلاص مفيش مشكلة، أول ما أخلص هرن عليك على طول. قال لي تمام. فعلا أول ما خلصت اتصلت بيه وقلت له إن أنا خلصت وأنا في المكان الفلاني. قال لي خلاص وأنا جاي لك 10 دقايق وهتلاقيني. وفعلا مفيش 10 دقايق ولقيته جه كده، وركبنا أنا وهو تاكسي ورحنا أجرنا أوضة ودخلنا وقعدنا مع بعض سوا واتكلمنا شوية. وبعد كده بدأنا وكل واحد فينا بيقلع هدومه وبدأنا نستمتع باليوم مع بعض لحد ما عملنا العلاقة أكتر من 3 مرات. وخلاني وأنا كمان خليته خلاص الجسم ده ساب ومعادش فيه أي هفوة ولا نفس واحد فينا. ورحنا نايمين إحنا الاتنين بتاع ساعتين كده، وقمنا ولبسنا وغيرنا ورحنا وعدين بعضنا، وفضلنا على نفس الحال لمدة سنة. كل أسبوع لازم نتقابل مرتين 3. حبنا بدأ يزيد والمشاعر بدأت تزيد والغيرة بدأت تزيد، لأنه بدأ يسمع زمايلي في الشغل وهم بيكلموني وبيضحكوا معايا، وبدأ غيرته تزيد وحرارته تزيد. المهم قلت له أنت لازم تيجي تطلبني وتخطبني من أهلي. قال لي ماشي، بس مش دلوقتي، أنا لسه قدامي شوية شغل صعبين ولازم أخلصهم الأول. ومن ساعتها وهو بيتهرب في إن هو يجي يتقدم لي، وأنا ما بقتش عارفة أعمل إيه. تنصحوني إن أنا أعمل إيه؟